مشاهدينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الإرتيان، سهلها كالعادة بالعناوين. إريتريا تشارك افتراضيا في اجتماع دول الجنوب. جهود فعالة لحماية الغطاء النباتي في صنعاء. تنفيذ برامج تنمية ناجحة في قرلوج بحملة التنمية الطلابية. رئيس مجلس الدولة الصيني يجري محادثات في روسيا. الشرطة الإيرانية تداهم معهدا ألمانيا، وبرلين تستدعي سفير طهران. الهند واليابان تتفقان على تعزيز التعاون الأمني والدفاعي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. شاركت إريتريا افتراضيا في المؤتمر الثالث لدول الجنوب العالمي الذي التأم في الهند يوم 17 من أغسطس الجاري. وقال وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي غبرسلاسي في الكلمة التي ألقاها، قال إن كمية انبعاثات الغازات الدفيئة في إريتريا لا تذكر، وبالرغم من ذلك فإن إريتريا هي من أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ، مشيرا إلى آثاره الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها المتزايدة. وذكر أن التقلبات غير المتوقعة في هطول الأمطار وندرة المياه الناجمة عن التوزيع غير المنتظم وحالات الجفاف المتكررة وتدهور الأراضي والتنوع البيولوجي وانخفاض الدخل الزرعي والآفات والأمراض هي بعض من الظواهر التي تتأثر بتغير المناخ. وأشار إلى أنه بالنظر إلى التحديات التي نواجهها سنواصل السعي في الحفاظ على المياه والتربة والتشجير وإعادة التشجير وإنشاء محميات برية وبحرية وزيادة مقاومة الجفاف وتنمية النباتات والحيوانات المقاومة للأمراض والآفات وزيادة استخدام الأسمدة الطبيعية والحد من الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية واكتساب قدرات إدارة النفايات وإدخال الطاقة المتجددة. وأوضح الوزير تسفاي أن تغير المناخ يؤثر على جميع البلدان بطرق مختلفة ويعرضها لكوارث متكررة، وقال إنه يتعين على الدول مكافحته جماعيا من خلال تعزيز التفاهم المشترك، مؤكدا بأن إريتريا تقوم وتستمر في لعب دورها البسيط، داعيا الدول المتقدمة لتنفيذ تعهدها لصفر انبعاثات غازات بحلول عام 2030. وقال إن تغير المناخ يؤثر على جميع الدول بطرق مختلفة ويعرضها لدمار متكرر مستقبلا، وحث جميع الدول وخاصة الدول المتقدمة على الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتنفيذ التزاماتها تجاه الدول النامية، وأن تكون أكثر نشاطا في رسم خطط مكافحة تغير المناخ والعمل على نقل المعرفة والتكنولوجيا ودفع اهتمام خاص بالبلدان النامية. أعلن مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية صنعاء السيد يوهانس زكرياس أعلن أن الجهود المبذولة لحماية الغابات عامة والأشجار المستوطنة خاصة تحقق نتائج مرضية. وقال أن نمو الأشجار في إدارات ضواحي لاحية ومزبة وغولو يظهر الوعي المتنامي لحماية الغطاء النباتي، مشيدا بتعاون أعضاء سلطة الغابات والحياة البرية مع إدارات الضواحي وحراس الغابات. وذكر بأن قطع الأشجار للتفحيم من الأسباب الرئيسية لتدمير الثروة الغابية، وقد انخفضت الظاهرة حاليا بنسبة 80%، وتتواصل الجهود لخفضها لأدنى مستوى بتضافر جهود الجميع. وأشار إلى أن أنشطة ومبادرات المدارس التي أقامت الأندية الخضراء تحقق نتائج مشهودة، ويجب الدفع بمثل هذه البرامج. وناشد الشعب وخاصة إدارات الضواحي ولجان القرى المشاركة الوعية لإنجاح التنمية الخضراء. قام سكان ضاحية أيرومالي التابعة لمديرية فورو بنفير للمحافظة على المياه والتربة. وأفاد المدير التنفيذي للضاحية السيد ياسين خيري عمر لوكالة إريانا أنه قد نفذت أعمال الحواجز وصيانة مجاري الوديان وإصلاح الحواجز المائية وبناء المدرجات الحوضية، بالإضافة إلى صيانة الطرق الترابية في قرى أوملم وكذا وسردة وأيرومالي
وأضاف السيد ياسين أنه تمت في الستة أشهر الماضية صيانة 8 كيلومتر من الطرق الترابية، وبناء 100 كيلومتر من المدرجات الحوضية، وبناء حواجز بطول 120 متر لتحويل السيول. كما تم إعداد الحفر للتشجير في قريتي أملي وسردة، بالإضافة إلى بناء غرف للاستخدامات المختلفة. وأشاد مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية بالضاحية السيد إبراهيم كاكاي بتنفيذ الأنشطة التنموية في المديرية عامة وضاحية أيرومال خاصة بالمشاركة الواسعة للمواطنين. قام الطلاب المشاركون في حملة التنمية الصيفية التي جرت من 8 يوليو وحتى 17 أغسطس بأنشطة تنموية ناجحة. وأوضح خبير تنمية المراعي السيد عقبال الدت عند مريم لوكالة إرينا إن 290 طالبا قاموا بتدريج مساحة حوالي 50 هكتار وبناء الحواجز المائية الحجرية وإعداد الحفر للتشجير. وذكر بأن تنفيذ هذه الأنشطة في مناطق الرعي ساهم في ضمان وفرة العلف. وأفاد منسق حملة الطلاب التنموية في المديرية الأستاذ تخلة الدسم بأن البرنامج يرسخ ثقافة العمل والتنمية لدى الطلاب إلى جانب إسهامه في التنمية الخضراء. وذكر الطلاب بأن البرنامج له فوائد مزدوجة، والفائدة الأكبر التعارف وتبادل التجارب بينهم. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ هنا إن زيارته لروسيا تهدف إلى تنفيذ التوافق الذي توصل إليه الرئيسا الدولتين والمضي قدما بالصداقة الدائمة من جيل إلى آخر وتعميق التعاون متبادل المنفعة. أدلى لي بهذه التصريحات في بيان صدر لدى وصوله. ووصل لي إلى هنا لحضور الاجتماع الدوري 29 بين رئيسي الحكومتين الصينية والروسية وإجراء زيارة لروسيا تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين. وأشار لي إلى أن رئيسي البلدين التقيا مرتين هذا العام ووضعا تصميم رفيع المستوى والخطة الاستراتيجية رفيعة المستوى للتنمية الجديدة للعلاقات بين الصين وروسيا في نقطة البداية التاريخية الجديدة التي تمثلها الذكرى 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية. وقال إنه من المؤكد أن تشرع شراكة التنسيق الاستراتيجي الشاملة بين الصين وروسيا في العصر الجديد في مستقبل أكثر إشراقا بفضل الجهود المشتركة من الجانبين. استدعت الخارجية الألمانية السفير الإيراني في برلين على خلفية مداهمة الشرطة الإيرانية مركزا ثقافيا ألمانيا في طهران بسبب ما وصفته بانتهاكات قانونية لم تحددها في خطوة جاءت ردا على حظر ألماني لمركز إسلامي في هامبورغ تدعمه سفارة إيران. وتوترت العلاقات بين طهران وبرلين بعد أن حظر المركز الذي يحظى برعاية مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي منذ سنوات ويدعم حزب الله اللبناني. وقالت الخارجية الألمانية في بيان إنها نددت بتعامل سلطات الأمن الإيراني مع معهد غوته لتدريس اللغة الألمانية في طهران. وذكرت وكالة أنباء ميزان التابعة للقضاء الإيراني أن البلاد أغلقت فرعين لمنظمات على صلة بألمانيا خالفا القوانين الإيرانية وارتكبا العديد من الأعمال غير القانونية واختلاسات مالية ضخمة بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل. اتفقت الهند واليابان على تعزيز التعاون الثنائي بعد محادثات مكثفة في إطار الاجتماع الثالث لوزراء الخارجية والدفاع للهند واليابان 2+2 في نيودلهي. وقال بيان مشترك عقب الاجتماع الثالث لوزراء الخارجية والدفاع للهند واليابان بمشاركة وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ ونظيره الياباني كيهارا مينورو ووزير الشؤون الخارجية الهندي إس جاي شانكار ونظيرته اليابانية كاميكاوا يوكو إن الجانبين ناقشا القضايا الإقليمية والعالمية لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتعاون في إطار الحوار الأمني الرباعي.
وأضاف البيان أن الوزراء جددوا التزامهم بالحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد الذي يرتكز على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والتسوية السلمية للنزاعات دون اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة. وأكد الوزراء في هذا الإطار ضرورة امتناع البلدان عن أي محاولة لتغيير الوضع الراهن من جانب واحد. الخبر الأخير في هذه النشرة: انطلقت فعاليات مؤتمر الروبوتات العالمي 2024 في العاصمة الصينية بكين، حيث عرضت أحدث التطورات في مجال الروبوتات من كبرى الشركات ومعاهد البحث. ومن بين المعارض الأكثر شعبية كانت الروبوتات البشرية التي يمكنها تقليد تعابير الوجه البشري، والكلاب الآلية وطهي الكريب الآلي. وقد أعجب هذا العرض زوار المؤتمر. وسيعقد المؤتمر في الفترة من 21 إلى 25 من أغسطس في بكين، ويقام المؤتمر سنويا منذ عام 2015 بحسب موقعه الرسمي. ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا الأكارم، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. إريتريا تشارك افتراضيا في اجتماع دول الجنوب. جهود فعالة لحماية الغطاء النباتي في صنعاء. تنفيذ برامج التنمية ناجحة في قلوج بحملة التنمية الطلابية. رئيس مجلس الدولة الصيني يجري محادثات في روسيا. الشرطة الإيرانية تداهم معهدا ألمانيا، وبرلين تستدعي سفير طهران. الهند واليابان تتفقان على تعزيز التعاون الأمني والدفاعي. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، دمتم في أمان الله.